باذن الله ان نقدم افضل ما عندنا في المباراه. وخلاص يعني الكلام خلص، باقي يعني بطولة بدايتها وحوافزها موجودة، يعني لسه ما صار شيء في هالبطولة. إن شاء الله أنها تكون حافز لنا بإذن الله، والتوفيق لنا بإذن الله. لا بالعكس، بالعكس الجمهور حافز كبير، يعني إحنا اشتقنا صراحة لتواجد الجمهور بشكل كبير، مثل مباراة الوصل الموسم اللي فات فزنا 3-0. يعني يمكن السبب الرئيسي والحقيقي في الفوز والحماس يعني يمكن كان الجمهور. يعني أنا شفت المباراة يعني قبل يومين، شفتها مع عادة. للأمانة يعني الجمهور النصر كان فيها، واشتقنا لحضورهم بهالكثافة. بالعكس هم دائما وقفاتهم كبيرة معنا. إن شاء الله بإذن الله، يعني إن ما نبي نستعجل، نبي ناخذها خطوة خطوة، لكن بإذن الله نوعدهم بشيء إن شاء الله يفرحهم ويسرهم بإذن الله. كابتن خالد، دائما مباريات الشباب والنصر ونصر الشباب تكون مباريات قويه، يعني يقول لها نديه واثارها طابع خاص، يعني انتم كلاعبين اكيد يكون لك زملاء بفريق الشباب، كيف تكون بينكم مباراه داخل ارضيه الميدان؟ والله أكيد يعني يمكن إحنا اللاعبين يعني نعرف بعض من قبل أو في المنتخب. بالعكس يعني هذا شيء يعني يخلق تنافس بيننا، وان شاء الله بالتوفيق لنا باذن الله. هو شيء نفسي، يعني يمكن اللاعبين تعودوا على ان التمرين يكون مغلق، هدوء، تنفيذ شيء، يعني احيانا ممكن تخطي في شيء معين، ويكون في ناس حضور، يكون عليك سلبي، لكن لما تخطي والتمرين مغلق تقدر يعني انك تصحح في والتمرين يكون مغلق. كابتن خالد، جاهز انت مباراه بكره؟ والله انا سويت كشف طبي بعد الظهر الساعه 2 الظهر، رنين مغناطيس، وباذن الله يعني انا بشوف مع الدكتور الساعه 6، يبان التقرير يطلع ان شاء الله 6:30، وان شاء الله خير باذن الله.